النهارده الجمعة وأنا فين؟ أنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. فلو عايزين تاخدوا معايا جولة وتشوفوا ليه الناس دي كلها هنا وفي إيه بالظبط إيه اللي بيحصل، يبقى لازم دلوقتي تصلوا على النبي وتتابعوا الحلقة دي للنهاية. أنا طارق صادق وأنت منورني. بدأت جولتي لمعرض الكتاب ان انا رحت عشان اشوف الاماكن اللي بيبقى فيها الاتوبيسات اللي بتودي للمعرض، ورحت ركبت من نادي السكه، ودي التذكره اللي انا خدتها، واتصدمت ان هي بحوالي 23 ونص تقريبا. فهم كانوا قايلين ان التذكره ب 10 جنيه، فالزياده دي جت منين مش فاهم. بس في الاخر يعني انا رجعت ب 10 جنيه برضه، فلو حد عارف السبب يقول لي. المهم في الاخر وصلت المعرض بالسلامه، ودي كانت اول ما وصلت وكنت مبسوط بقى وبشوف الناس، ما كنتش اعرف بقى ساعتها ان هيبقى في العدد ده كله. عرفت بعد كده ان حضر حوالي مليون نسمه يومها في المعرض. عايز اقول لك ان ده اصلا الطابور بتاع التذاكر، احنا لسه ما دخلناش، ده انا لسه يا دوب بره بحاول اجيب تذكره عشان ادخل المعرض. وزي ما انتم شايفين طبعا الاقبال كبير جدا، التذاكر عليها اقبال واسع قوي، وزي ما قلت لك عرفت بعد كده ان دخل مليون نسمه في اليوم ده. لغاية دلوقتي مش قادر أصدق إن وسط الطابور ده كله قدرت أطلع بالتذكرة. دايما ما بحبش أحجز أونلاين وبحب أجي آخد تجربة الطابور. أنا عارف إن أنا أتأخر وممكن أتبهدل شوية، بس بحس إن التجربة ممتعة عشان أبقى أخدت تجربة المعرض كاملة. بس أنت لو هتعمل زيي ما انصحكش، لان هتستنى كتير قوي وهتتبهدل. بس انا بستمتع بكده، انا باجي المعرض عشان اعيش التجربه كامله. من التريكات بقى اللي ما يعرفهاش غير الناس اللي بقى لها كتير بتيجي المعرض، ان دايما البوابه رقم واحد ورقم اتنين هتلاقيها زحمه جدا جدا، لكن لما تلف وتيجي رقم ثلاثة هي تبان زحمه بس اخف بكتير 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 من بوابه رقم واحد ورقم اتنين. فدايما حاول ما تروحش لرقم واحد بالذات، لان كل الناس بتجري على رقم واحد. المهم يا سيدي ما طولش عليك، قول طول. الحمد لله وصلنا عند البوابه رقم 3 ودخلنا في الطابور، وعشان ما كانش معايا شنطه قدرت ادخل على طول، ما بيبقاش فيه اجراءات امنيه كتير يعني الحمد لله. واخيرا اللحظه المنتظره وصلنا المعرض. طبعا اول حاجه كانت ان انا وصلت يوم الجمعه، فكانت الناس بتستعد عشان صلاه الجمعه، وبصراحه كانت الناس متعاونه جدا، والجو هناك كان حلو قوي قوي قوي، لدرجه ان انا شفت الشباب الجميله دي وهي بتوزع ازايز ميه عشان لو ما حدش اتوضى يروح يتوضى. الحمد لله تم الوضوء بنجاح. طبعا كان نفسي اصور لكم منظر الناس، كميه الناس اللي بتتوضى في الحمامات، كميه فظيعه وحاجه تفرح الواحد، ان الناس الحمد لله محافظه على الصلاه، فربنا يثبت الكل. وطبعا ما عرفتش اصلي بره عشان ما فيش مكان، فدخلنا جوه وهحاول اصلي وهنشوف الدنيا رايحه على فين ان شاء الله. 2 hours later. تم تغيير الخطه، هطلع اصلي بره لان جوه احنا مش سامعين حاجه، فطبعا ما ينفعش اصلي صلاه الجمعه من غير ما نسمع صلاه الجمعه، من غير ما نسمع خطبه الجمعه، ومش لاقي مكان بره، بس هنتعامل. عايز اقول لكم بقى الاقبال على صلاه الجمعه كان تاريخي يا فندم، لدرجه ان انا سمعت ان صلاه الجمعه دي اكتر من 100,000، لدرجه ان انا صليت على كرتونه اصلا على الارض. بس الحمد لله صلينا، ويلا بينا على طول ما نضيعش وقت وندخل بقى على القاعه المنتظره، القاعه رقم 1. دخلنا الحمد لله القاعة رقم 1 من أوسع أبوابها زي ما انتم شايفين، وكالعادة مفيش جديد. القاعة رقم 1 بتكون لدور النشر المصرية، ومبيبقاش فيها حاجات كتير يعني تشدك، لكن الصدمة جت لما بدأت أشوف الكتب كده وبتمشى قدامي يا شباب، يعني لقيت حاجة غريبة جدا، مش متعود إن أنا ألاقيها في قاعة رقم 1، حاجة غريبة قوي. انا لقيت مكان هنا في معرض الكتاب الامهات ما تحبش تيجي فيه خالص، يعني في مكان هنا الاندومي بيشرح لك قد ايه الاندومي مفيد وصحي وما فيهوش اي حاجه ضاره، وان كل بتاع ده اشاعات. فدي رسالة لماما ولكل الأمهات، الاندومي مش مضر ولا حاجة، وموجود في معرض الكتاب أهو، يعني تغذي عقلك وتغذي بطنك في نفس الوقت. وجنب الاندومي بقى البن، يعني كل الحاجات اللي أنا مامتي منعتني منها سواء الاندومي أو القهوة لقيتهم في مكان واحد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ففعلا القراءة غذاء الروح. بن واندومي في مكان واحد في معرض الكتاب جنب بعض. دايما بشوف حاجات جديده وغريبه في معرض الكتاب، يعني ما اتخيلش ان ابقى في قاعه واحد الاقي اندومي وبن، يعني السنه دي غريبه. ولقيت كمان الشباب الاندونيسي ده شباب حلو جدا، جميل جدا، بسيط جدا، وبيتكلموا اللغه العربيه بطلاقه، وحتى كان بيهزر معايا بيقول لي انا من بني سويف وعارف شبرا بنها وعارف حاجات كده ما يعرفهاش فعلا غير المصريين، فكانوا شباب لطاف جدا جدا وحبيت ان انا قابلتهم. لما بكون موجود في القاعة رقم واحد والقاعة رقم اتنين عامة مش بحس بحماس بصراحة، يعني بلاقي حاجات حلوة، بس مش بلاقي الحاجات الكاتشي اللي بلاقيها مثلا في قاعة رقم 3 أو قاعات بتاعت رقم 6 بقى والكتب المخفضة وكده. في تخفيضات في قاعة رقم واحد والقاعة رقم اتنين، في حاجات حلوة، بس زي ما بقول لكم كده مش بتبقى الحاجات الكاتشي اللي تشدني ان هو انا اقعد في القاعات دي كتير. وعشان كده ما حبيتش اضيع وقتي واروح على طول اللي انا رايح له اصلا في القاعه رقم 1، وهي الكتب المخفضه. كتب بقى ب 5 جنيه و8 جنيه، واغلى حاجه ب 20 جنيه و30 جنيه زي ما انتم شايفين.
ده هتلاقوه في الهيئه العامه لاصول الثقافه، المكان اللي انا متعود كل سنه بروح له وبجيب منه كتب برخص التراب حرفيا، وبتكون حلوه جدا بالمناسبه. وبكده اكون خلصت الحمد لله على خير زياره القاعه رقم 1. ندخل بقى على القاعه رقم 2. وطبعا القاعه رقم 2 ما بتختلفش كتير، بس في النص وانا رايح بقى شفت المكان ده الخاص بحاجات كده مشغولات يدويه، وكان بصراحه الشغل شكله حلو وجذاب جدا. لما دخلت القاعه رقم 2 حسيت ان عندي شويه اكتئاب كده، حاجات كتير قوي عن النفسيه، الطب النفسي، العياده النفسيه، ازاي مش عارف ايه في نفسي، سيبوا نفسيتي في حالها يا جماعه، نفسيتي مش مستحمله كميه الكتب دي. والمفروض السنه دي شخصيه المعرض هي نجيب محفوظ. انا عايز اقول لكم انا شفت كتب لطه حسين اكتر بكتير ما شفت كتب لنجيب محفوظ. حرفيا طه حسين كان ناقص افتح ازازه الميه الاقيه في المعرض، فمش فاهم ايه السبب ان طه حسين موجود بالشكل الكبير ده. ومن الاماكن اللي كانت عامله شغل كويس جدا هي دار الشروق، واكتر من دار نشر تانية برضو، بس كانت عامله شغل قوي. وشفت طبعا في القاعه رقم 2 كتب خاصه بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وكويس ان بقى في كتب في المجال ده والناس تبدا تشوف الذكاء الاصطناعي والاي اي، مبسوط ان هي بقت موجوده في المعرض. وبرضو شفنا الاماكن الخاصه بالكتب المسموعه زي اخضر، والعروض اللي بيقدموها زي كل سنه ليهم في المعرض. خلصنا خلاص القاعة رقم 1 وخلصنا القاعة رقم 2 ودلوقتي داخلين على القاعة رقم 3. بس ما بين القاعة رقم 2 وما بين القاعة رقم 3 بتلاقوا دايما الساحة الفاضية الكبيرة قوي دي الساحه اللي انا كنت كلمتكم فيها، ان بيكون فيها اماكن استراحه، بيكون فيها اماكن للاكل والشرب. بس عشان تبقوا انتوا عارفين، لو انت قارئ قوي 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 وحد من اللي هو اللي جاي معرض الكتاب علشان القراءه والكتب وكده، نادر جدا لو لقيت حد من الناس دي قاعد هنا. الناس اللي بتبقى قاعده هنا اللي هي جايه رحله، جايه تقضي يوم لطيف. بس غالبا الناس القراء الجامدين قوي بيوفروا كل قرش علشان يشتروا بيها كتب، جايبين معاهم اكلهم وسندوتشاتهم وميتهم وهم جايين. لكن الناس اللي موجوده هنا اللي هي الناس اللي جايه تقضي وقت لطيف، فعامل حساب ان انا جاي اشتري، فانا مش هقعد هنا كتير وهدخل على طول على القاعه رقم 3 اللي ورايا هناك دي. وممكن برضو اخد لقطات للناس وهي قاعده هناك واوريكم المطاعم والكافيهات وكده، عشان لو الفيديو ده لحق ينزل قبل ما المعرض يخلص وحبيت تيجي مثلا تبقى انت عرفت المكان. زي ما انت شايف كده صديقي، دي الاماكن الخاصه بالاكل لو حبيت تروح تشوفها. وبس وانا ماشي كده قبل ما ادخل القاعه سمعت صوت شدني، فقلت على طول اروح اشوف ايه ده. خشب المراكب من السما البحر ياخد نهاج، هيوجب على الاصل السم لما الهلف ياخد نهاج. كانت فقره جميله، بس يلا بينا نرجع للقاعه رقم 3 ونشوف فيها ايه. القاعه رقم 3 قاعه مبهره بصريا، يعني وطول ما انت موجود فيها عينك مبسوطه. رصه جديده للكتب، اشكال حلوه للقاعات وتقسيمتها، ندوات والوان مبهره طول الوقت، فانت بتبقى ماشي عينك مبسوطه ومرتاحه وحاسس ان انت شايف حاجه من المستقبل كده. وتعدد ثقافات كبير، خلايجه الاجانب، لكن اغلبهم عرب، يعني الاجانب هنا قليلين بس بتلاقيهم برضو. فبتكون التجربه هنا مسليه جدا، بتحس ان انت دخلت قطعه كده من الخليج او ان انت رحت دوله تانية، وبيبقى التنوع هنا حلو. لكن ستيل برضه هتفضل اكتر قاعه انا مهتم ان انا اشوفها ومتحمس ليها دلوقتي، غير طبعا القاعات المخفضه، هي قاعه رقم 4 وجناح الازهر اللي بيبهرني كل مره. فانا شايف ان كده كفايه قوي على القاعه رقم 3، وتعالوا نروح بقى نشوف قاعه رقم 4 موجود فيها ايه. ويلا بينا على طول ما نضيعش وقت ندخل بقى على القاعه اللي انا مستنيها من بدري، وهي القاعه رقم 4. قاعه غنيه جدا لاي حد بيحب القراءه، وبالذات طلاب الازهر والناس اللي بتحب القراءه بتاعت حاجات بقى صحيح البخاري، ابن كثير، السيره النبويه، حد بيتعلم تعليم ديني او تعليم ازهري. القاعه دي غنيه جدا بكل المحتوى ده، وطبعا كل نسخ القران والترجمات بتاعته وكل الحاجات دي. كفايه بس انا اقول لك ان فيها دار الافتاء، موجود فيها الازهر الشريف، موجود فيها برضه دار حكماء المسلمين، موجود فيها مؤسسات كتير جدا دينيه وتابعه للدين او حاجات زي دار الافتاء وكده وتابعه الدوله بشكل قوي. والجميل قوي في القاعه رقم 4 ان طول ما انت ماشي لازم هتسمع القران حواليك، فده واحد من الشيوخ اللي كانت بتقرا قران في المعرض. وطول ما انت ماشي في القاعه رقم 4 لازم تشوف ندوات جناح الازهر، بتكون غنيه جدا. والمره دي مش عارف الحاجه دي موجوده على طول ولا اول مره اشوفها، بس شفت كده معمول حاجه زي متحف في الجناح الخاص بالازهر،
كان في نسخ من القرآن الكريم قديمة بدون تنقيط وعلى مر التاريخ، وكان جزء خاص بالقرآن وبالعلوم، وبصراحة كان مكان حلو جدا واستمتعت وانا بتفرج فيه. انا على طول بحب دايما اروح جناح الازهر بسبب ان هو بيكون جناح هتفضل قاعة رقم 4 من أكتر القاعات اللي بحبها. قاعة غنية جدا، قاعة ممتعة جدا، قاعة للناس اللي بتحب القراءة قوي وبتحب يعني القراءة التقيلة مش الحاجات الخفيفة، لا بتقرأ بقى لابن كثير، بتقرأ صحيح البخاري. طلاب الأزهر بيجوا هنا يتبسطوا جدا جدا جدا، وأنا بصراحة بحب النوع ده من الكتابات وبحب النوع ده من الأدب وبحب النوع ده من الكتب، فبتفضل من قاعاتي المفضلة. بس تعالى بقى نخفف اليوم شويه وندخل على القاعه اللطيفه الخفيفه اللي ما فيهاش اي مجهود بربع جنيه. قاعه رقم 5 قاعه الطفل. لما جيت اروح بقى القاعه رقم 5 الخاصه بالطفل، لقيت ان القاعه رقم 6 والقاعه رقم 7 مكانهم اختلف، زي كل سنه بيقعدوا يغيروا في مكانهم، فلقيت واحد على اليمين وواحد على الشمال، بس هنشوفهم لما نخرج من القاعه رقم 5. ودلوقتي تعالى ندخل في طابور جديد وهو طابور رقم 5. انا كنت رايح القاعه رقم 5 عشان مكان معين اسمه 70 فكره، كنت عايز اشتري منهم شويه حاجات، وبصراحه الناس كانت متعاونه جدا وادوني الاسعار بتاعتهم والكتب بتاعتهم ونبذه عنها، وبجد بقدم لهم من هنا التحيه على العرض الجميل اللي قدموه لي والمساعده بتاعتهم. طبعا قاعه رقم 5 قاعة غنية جدا لأي حد عنده طفل أو طفلة عايز يشتري لهم شوية حاجات كده يحببهم في القراءة وفي تجربة القراءة، فبجد أنصح أي حد لازم تروح السنين الجاية قاعة رقم 5 لو عندك طفل قريبك وعايز تخليه يعيش تجربة قراءة ممتعة. ده غير طبعا ان بيكون في منطقة خاصة للعب الخاص بالأطفال، وكمان السنة دي قابلت هناك شارع العلوم الخاص بعنان لو تعرفوه، وكانت تجربة حلوة. شفت الأطفال هناك وهي بتستخدم ميكروسكوب وبتحاول تكتشف حاجات جديدة تنمي المهارات العلمية اللي عندها. قاعة رقم 5 قاعة لطيفة وجميلة وحلوة وفيها فقرات جميلة وطفلك يعني يتبسطوا كده، بس المشكلة ما تجيش يوم جمعة، بجد زحمة كتير فما اتبسطتش جوه قوي، بس لقيت حاجات كتير قوي حلوة، يعني حاجات أحب أجيبها لابن أختي لبنتي، يعني أحب أشتري منها، بس عشان العدد كبير والأطفال كتير قوي الواحد أعصابه تعبت فخرجت وما طولتش فيها للأسف. تعالوا بينا يلا ندخل على القاعة اللي بعدها وهي القاعة رقم 6. قاعة رقم 6 بصراحة كده ما اخبيش عليكم ما اتبسطتش فيها، ما عرفتش انت كتب انجليزي ولا كتب عربي ولا انت بتقدم كتب اطفال زي قاعة رقم 5 مثلا، ولا انت بتقدم كتب دينية وحاجات دسمة زي القاعة رقم 4. لقيتها اخدة كده من كل قاعة اغنية زي ما بيقولوا، فما بقتش عارف هي القاعة دي مخصصة لايه بالظبط. ندخل بقى على القاعة اللي طال انتظارها كتير، قاعة سور الأزبكية. يعني السنة اللي فاتت كانت تبع القاعة رقم 6، لكن السنة دي عملوا لها جزء خاص كده ومكتوب عليه مكتبات سور الأزبكية، فالمفروض بقى ان احنا ندخل جوه هنشوف بقى الاماكن المخفضه اللي بجد الاسعار الكويسه، الاماكن اللي تقدر تفاصل حتى فيها في الاسعار. فتعالوا نشوف سور الأزبكية السنة دي هيبقى حلو ولا واحد زي قاعة 6 كده. من وجهة نظري برضه ممكن انت دخلت قاعة رقم 6 وتعجبك، لكن من وجهة نظري ما اتبسطتش. تعال نشوف بقى سور الأزبكية حلو ولا لا. قاعة سور الأزبكية كالعادة لازم تكون زحمة على الآخر ومليانة ناس من كل الأشكال والألوان، وده بسبب الأسعار المخفضة والعروض الاستثنائية اللي بتكون فيها. من أكتر الأماكن اللي بحبها دايما في معرض الكتاب هي سور الأزبكية، والمكان اللي دايما بحب أختم فيه بسبب التنوع اللي فيه وبسبب الأسعار الكويسة والاستثنائية اللي بلاقيها فيه. يعني عادي جدا تلاقي كتاب ب20 جنيه، كتاب ب30 جنيه، انت مش رايح لحاجة بقى معمول لها عرض بشكل مؤقت ولا حاجة، لا ده دي الأسعار بتاعته دايما أسعار كويسة، وكتب كده نوادر لا إما ما تلاقيهاش في السوق، لا اما مثلا تكون كتب من اللي هي خلاص ما تقدرش تلاقي زيها دلوقتي غير في معرض القاهره الدولي للكتاب وبس. بكده تكون جولتنا النهارده في معرض القاهره الدولي للكتاب انتهت. اتمنى يكون الفيديو فعلا عجبكم، ولو انت نزلت المعرض السنه دي انزل تحت شاركنا تجربتك، كان حلو اتبسطت، ايه القاعات اللي عجبتك وايه القاعات اللي ما عجبتكش. وطبعا لو كملت الحلقه للنهايه انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه دي للاخر. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لان الحاجات دي بتشجعني. فاتمنى الحلقه تكون لطيفه وخفيفه تكونوا اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق من معرض الكتاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.